تخيل معايا راسك تفني حياتك وشبابك باش تكبر ولاد خوتك وتعاملهم بحال ولادك، حيت انت ما عندكش الولاد. تصدق مربي افعى سامه في دارك، واليد اللي وكلتيها هي اللي غادي تغدرك وتدفنك وانت باقي حي. هاد القصه ماشي خيال، هذه قصه حقيقيه هزات مدينه تاونات والنواحي ديالها سنه 2009، وبدات في واحد الدوار هادئ فين الطبيعه زوينه والنيه باقا حاكمه. وبطل القصة ديالنا راجل مكافح في عمره 50 سنة، إنسان ميسور الحال، عنده الفلاحة والبهايم والخير موجود. هاد السيد ما تزوجش، وهب حياته الخدمة ديال الأرض ورعاية ختو وولد ختو اللي كان ساكن معاهم، وكان كيعتبر داك الولد بحال ولدو اللي ما ولدوش. كبر قدام عينيه كيعطيه الفلوس، كيعلمو الفلاحة وداير فيه الثقة العمياء. الدوار كان عايش في سلام حتى لواحد النهار السيد اختفى، خرج باش يتفقد البهايم في الكوري مع ديك المغرب، والظلام والبرد ديال الجبل كيصوت وما عادش رجع. العائله ديالو تسناتو العشاء ما جاش، الصباح صبح وما باش ليه الاثار. اختو بدات كتولول وتبكي، وولد اختو كيجري ويسول واش شفتو خالي، واش شفتو خالي، وكيقلب في السبيطارات الكوميساريات والمحطات، والو ما خلى حتى بلاصه. والسيد بحالها فصي ملح وداب، الارض شقات وبلعاتو. المهم دازت سيمانه، شهر، شهرين، حتى كملات واحد 6 شهور، والعائله بدات كتفقد الامل، والناس قالوا يمكن هزاتو شي عصابه ولا اختطفاتو ولا حرق لبرا، زعما واخا في عمره 50 عام. المهم الدار ولات كئيبه والحزن ما عشاش في الركاني. ولكن الروح عزيزة عند الله، وكيف ما كيقولوا ما ديماش للظالم. وصل وقت ديال الحرث، جا واحد التراكتور باش يقلب الارض ويحرثها ديال السيد المختفي، والارض كانت قاصحه، والمحرات والتراكتور كيضرب في التراب ويطلع الغبار. فجأة الشيفور ديال التراكتور سمع واحد التقرقيب بحال شي حاجه قاصحه. سك التراكتور، حبس، نزل باش يشوف، يسحب ليه شي حجره كبيره. ولكن المنظر اللي شاف جمد ليه الدم في العروق ديالو. شاف صباط خارج من التراب، وفي وسط منه عظم ديال ساق بشريه، يعني رجل ديال الانسان، وكذا واحد الطريفات ديال جلابه مقطعه واللي هي نفس الجلابه اللي كان لابس السيد النهار غبر له الاثر. الدوار تقلب، الجدارميه جاو وتاكدوا باللي الجثه ديال المختفي وكانت مدفونه تما وسط الارض ديالو بواحد الطريقه وحشيه وصادمه، وكان الدفن ديالو سطحي. دابا عرفنا السيد المقتول، ولكن شكون اللي قتلو في نظركم؟ الجدرميه بداو التحقيق ومشاو ديريكت للبنكه باش يشوفوا واش السيد عنده شي رصيد بنكي. وهنا كانت الصدمه اللي خلات المحققين مدهوشين من السيد. كان كاسب في البنكه ازيد من 120 مليون سنتيم، الفلوس صحيحه نعم سيدي. ولكن الغريب والمخيف في هذيك 6 شهور اللي السيد كان فيها مدفون تحت التراب وميت، شي حد كان كيمشي للبنكه وكيتيري فلوس بالكارد كيجي ديالو. تخيل معايا السيد ميت والكونت ديالو كيتحرك وتجبدات منه ما يزيد عن 84 مليون سنتيم وهو في قبره. المحققين عرفوا ان القاتل ماشي غريب، القاتل عنده الكود وعنده الجرأة يسرق الميت. المهم مشاو رجعوا للكاميرات ديال البنكه، وفي التواريخ اللي خرجت فيه الفلوس الضابط وقف على واحد الفيديو، قرب الصوره لوجه الشخص اللي كيتيري الفلوس. وهنا كانت الصدمه قويه بزاف. هذاك الوجه ماشي غريب، وجه مألوف. داك الوجه كيعرفوه العائله مزيان. شكون في نظركم بان في الكاميرا؟ وشكون هاد مسخوط الوالدين اللي تجرأ يقتل ويسرق؟ واش هو ولد الأخت اللي كان كيبكي عليه ولا شي واحد آخر؟ المهم الشخص اللي كان في الكاميرا وبكل برودة ديال الدم وكيخشي لاكارد كيجي وكيهز الفلوس كان هو ولد اختو. نعامس، هو ولد اختو، هذاك الدري اللي في عمره 26 عام اللي كبر في الكنف ديال خالو، واللي كان كيمثل الدور الحزين والمفجوع قدام الناس، هو نفسه اللي صفاه لخالو. الجدارميه خفا زربا ناضوا بالتنسيق مع النيابه العامه، طاحوا على الدار، داروا مداهمه، شدوا ولد الاخت وبداو التفتيش الدقيق وسط الدار ديالهم.
لقاو واحد الكنز مخبي 70 مليون 84 مليون. الفلوس تقريبا ما يفوق 84 مليون سنتيم كاش، هادشي غير اللي تيرا. اما الباقي فاعترف انه خسرو في الملذات والنشاط، وشرا بيه حوايج جداد وكان كيفكر يتزوج به. والاعترافات الصادمه ديال ولد الاخت ملي حاصروه بالادله والفيديو في البلاصه نهار وفرش كلشي. قال لهم الشيطان غر بيا وكنت باغي نتزوج وبغيت ندير الدبيره ديالي، وخالي كان مزير معايا وكنت عارف الكود ديال لاكارت حيت كان كيتيق فيا وكيصيفطني نخرج الفلوس بعض المرات. يا مسخوط الوالدين كان كيتيق فيك وقتلتيه ماشي حشومه. المهم كيعاود في نهار الجريمه استغل الفرصه فاش كان خالو في الكوري، جاه من اللور غدرو ضربو طيحو ودفنوه في ديك الحفره اللي قريبه باش ما يتفرش، وسحاب ليه باللي الارض غتستر السر ديالو للابد. تخيلوا الوقاحه فين وصلت، قتل خالو اللي رباه وبقى عايش في دارو كياكل رزقه ويشرب مع امو اللي هي اخت الضحيه، وكيمشي كل مره للبنكه يتيري الفلوس باش يوجد لعرسو، وبحال ما دار حتى شي حاجه، ما دار والو، هاني مهني وجالس كيغني. النهايه والحكم والقانون راه ما كيرحمش، الروح عزيزه عند الله. هذاك الدري استعجل الرزق بالحرام، صدق خاسر حياته وشبابه، وقدموه للعداله بتهمه القتل العمد مع سبق الاصرار والترصد والسرقه الموصوفه وتمويه العداله. والحكم كان ثقيل بزاف بزاف، وضاع المستقبل ديالو وسط 4 ديال الحيوط. العبره الخوت اتقي شر من احسنت اليه. هاد القصه كتبين لنا ان الطمع يقدر يعمي البصيره، وان الثقه العمياء في شي مرات كتكون قاتله. السيد دار الخير وربى وكبر، ولكن للاسف الزرع اللي زرع خرج الشوك. والاهم من هذا الشيء الروح عزيزه عند الله، ربي يفتحو بطريقه عجيبه وبكاميرا صامته كنتشاهد على الخيانه ديالو. الله يرحم الضحيه ويسترنا من شر الطمع ومن غدر المقربين. شنو رايكم في هذا الجحود؟ واش الفلوس ولات كتخلي الواحد يقتل دمه ولحمو؟ هاد القصه كتعلمنا باللي ماشي كل اللي ربيتيه يطلع ولدك، وماشي اي واحد وثقتي فيه غيكون اهل الثقه. الطمع كيقتل الرحمه، والفلوس الا دخلت من باب الحرام كتخرج بصاحبها من باب الخراب. دير الخير ولكن خليك واعي، حيت الغدر كيجي مرات من اقرب الناس ليك، والحق لو دفنو راه يجي نهار يطلع ليك. الى هنا كنكون وصلنا لنهايه هذه القصه المؤثره. المهم الى عجباتكم ما تنساوش الدعم التفاعل